حاجتين لو انت هتتغرب او انت متغرب اوعى تعملهم، لانك هتخسر فلوسك وهتخسر نفسيتك، دي هتبقى في الارض من الاخر. الحاجتين ايه هما؟ هيجي لك واحد شيطان يقول لك ما تيجي اعمل لك الهوية وهات 8000 و9000 درهم، وده مبلغ طبعا مش قليل بالمصري، يعني يوصل لل 125 ل 130 الف. فحرام عليك، انت معاك هوية انك تتحرك في البلد، لكن ما معكش هوية بتاع ده عقد عمل يجيب لك فلوس، فانت مش عارف هتشتغل امتى، هتقعد تدور تدور تدور. انا معايا كمية ناس معاها هويات والله العظيم في التعليقات وعلى الخاص بيعيطوا، بيقول لي وري اي شغلانة، اي شغلانة احنا قابلين بيها. طبعا هو خلص الهوية بالفلوس دي، ما اكتفاش على كده، لا ده غير السرير اللي هو بينام عليه بيدفع له فلوس، عندك الاكل والشرب، عندك المواصلات، وما في